السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا جايه لكم بفكره حلوه قوي. هي ان احنا نعيد تدوير الازاز البلاستيك اللي عندنا. طبعا كلنا عندنا بلاستيك كتير وبنرميه ومش بنعرف نعمل فيه ايه، فاحنا هنعيد تدويره. وكمان عايزه اقول لك ان الازاز البلاستيك دي كنز كبير في بيتك. يعني انت تجيبي كيس واي ازازه تفضى عندك تحطيها في الكيس ده، تيجي اخر الشهر تكوني كملتي كميه كبيره من الازاز اللي عندك، اي انواع ازاز بلاستيك، وبتتوزن بالكيلو. يعني ممكن تعمل لك 100 200 في الشهر، 300 جنيه، وبرده ده داخل في التوفير بتاعنا. طبعا الازاز البلاستيك دي بتنفع في حاجات كتيره، ممكن نعيد تدويرها في كل حاجه، في البيت وفي المطبخ وفي كل حاجه. واجي الفكره بتاعت النهارده هي زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي جبت اهوت الازازه وعملتها بالحجم اللي انا عايزاه، عشان لو عندي حبه عدس فايضين، حبه حمص، خرز، اي حاجه عندك في البيت عايزه تحطيها، بواقي ملح، اي حاجه عندك في البيت عايزه تحطيها في الازازه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين شكلها عامل ازاي. وكمان بتبقى سهله، تاخدي منها الكميه اللي انت عايزاها، تحطي مثلا الكميه اللي انت عايزاها وبتروحي قافلاها تاني وعارفه ان هي مش متعرضه لاي حاجه. ولما تحبي تحطي كميه كمان، تفتحي الازازه زي ما انا بفتحها كده، وتروحي حاطه فيها ايه الحاجات البقايا اللي عندك، اللي هي العدس او حمص او ملح او اي حاجه انت عايزه تضيفيها فيها، من البقوليات او شطه، اي حاجه، المهم ان هي مقفوله زي ما انتم شايفينها كده. شوف شكلها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، والله جميله. وفكره يعني ما بتاخدش مكان في المطبخ ولا اي حاجه. ممكن تعملي ستة يعني كذا عدد اللي انت بتحبيه، على قد الحاجات اللي عندك، وتحطيهم جنب بعض كده في المطبخ، بيبقى شكلهم حلو قوي. او زي ما انتم شايفين كده، دي ازازه صغيره عشان هناخد منها الحجم اللي انا وريته لكم دلوقتي، واللي بحط فيه الحاجه، يعني الحاجات اللي عندي البواقي. هجيب قطر كده واعلم على قد اللي انا عايزاه، يعني في الازازه حجم قد ايه، وبروح قطعه كده. زي ما انتم شايفين كده حبيبي في الله. بس انا زعلانه منكم عشان مفيش تفاعل، مفيش لايكات ولا اي حاجه، ولا بتشيروا ولا اي حاجه. والله انا بتعب عشان اصور لكم الفيديوهات دي. كمان لما انتوا بتسيبوا لي كومنت كده وبتفعلوا، والله انا بفرح جدا، يعني بسبب التفاعل اللي على القناه عندي. وانت مش هتخسري حاجه يعني لو حطيتي لايك وشيرت الفيديو عشان غيرك يستفيد. وهنا قصيت كده الحجم اللي انا عايزاه، واظبط برضو النص التاني من فوق. بمقص كده اهو، اخد الجزء اللي هو الضيق عشان اتحكم في تغطية الازازة، وبفتح كام فتحة كده من الجنب، يعني بالمقص بقص كام فتحة كده من الجنب، 4 5 كده، علشان خاطر لما اجي ادخلها في الازازة تخش متبقاش صعبة. بس هي كده لسه كبيرة برضو شوية، فهحاول اظبطها تاني. بس برضو بتتفتح، يعني بتبقى ايه، محكمة الغلق كده وجامدة اهو. شايفين كده، ده الجزء اللي انا عايزاه. والله فعلا الازايز دي كنز في البيت، يعني احنا بنرميها ومستهترين بيها، وانت ممكن تجمعي تجميعة في كيس او في شويل كده، تطلعي برضو في اخر الشهر وكده بمبلغ تقدري تساعدي بيه في البيت، او تحوشيه تشيليه على جنب من ما فيش. يعني وانت عملتي ايه، انت شلتي ازايز كنت هترميها في قلب الزبالة، استفدتي منها، ممكن تدوريها وتعمليها حاجة مفيدة في البيت، ممكن تبيعيها. وزي ما انت شايفه كده استخدمتيها انك تحطي الكميات القليله عندك وتقفليها، ووقت ما تعوزي اي كميه قليله تفتحي الازازه، تحطي منها وتقفليها، لا تخشي فيها حاجه ولا تراب ولا حاجه، محافظه عليها. في افكار تاني كتيره ان شاء الله هنزلها لكم على القناه. بس انا طالبه منكم بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع ام يوسف، وفري ودبري وفي بيتك عمري.